عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد على قناة كبسولة بيزنس. الحقيقة لا تغفل التسويق الرقمي للمشروع. بداية مشروعك بيبقى عندك آمال كبيرة جدا في مكسب المشروع، في نجاح المشروع، وبتعمل دراسة الجدوى وتبدأ تجيب بضاعتك وتشتغل، بس بتغفل أهم حاجة هي وجودك في السوق. وجودك في السوق يعني ازاي تعرف نفسك للعميل، ازاي تظهر للعميل وتقدم نفسك للعميل. كل ده تستخدمه بالتسويق الرقمي للمشروع. مش رفاهية ان انا اتعلم دلوقتي تسويق رقمي، مش رفاهية ان انا اتعلم الاعلانات الممولة واتعلم ازاي اعمل لنفسي كيان وصورة ذهنية في ذهن العميل، عشان لما يجي يشوفني ويشوف المنتج بتاعي يجي يشتري مني، واقدم سعر تنافسي كويس، واقدم منتج له قيمة في السوق، واقدم خصومات حصرية للعميل. عشان انت الفترة ديت في منافسة عالية، في بدل المشروع اللي انت فاتحه ده متكرر منه 500 600 واحد. فانا هفرق ازاي عن هذا السوق غير بالتنافس الجيد، معاملة الحسنة، اقدم منتج كويس، اعمل نفس تسويق رقمي كويس كل يوم، ابدأ. والصبر كويس ان انا اعمل نفس خطة في البيزنس، احدد الفئة المستهدفة من البيع، اعمل عروض حصرية كل فترة، لو يومين في الاسبوع ايام الاجازات يبدأ يكون فيها طلب كويس. فلذلك بقول لك نصيحة مني، التسويق الرقمي ما عادش رفاهية انك تتعلمه، ما عادش رفاهية انك تتعلم ازاي اعمل اعلانات ممولة، ما عادش رفاهية ان اعمل نفسي دعاية بنفسي، ملجأش لشركات ممكن دولت يكونوا بينصبوا عليا او يحطوني في مشاكل كبيرة. فلذلك الدعاية للمشروع مهمة جدا، ولذلك المطاعم اللي بتنجح بشكل كبير جدا، واحنا شفنا تجارب زي كده، مطاعم الاسماك ومطاعم الفرايد تشيكن، المطاعم اللي كبرت ونجحت وحققت نجاحات كبيرة في السوق، اهتمت جدا بالفود بلوجر، اهتمت انها تعمل تسويق، اهتمت انها تصور الفيديوهات عندها وازاي بيعملوا الاصناف المشهورة عندهم. والكلام دوت طور من المشروع وزود قاعدة العملاء وعمل تنشيط المبيعات وعرف العميل اكتر بالمنتج بتاعه. فهو ده اللي مطلوب منك دلوقتي، تتعلم ازاي توصل للعميل. وعلى فكرة لو حد سألني سؤال جميل جدا، لو انا بقدم منتج قائم على التوزيع، اروح للعميل دايركت سيلز ولا اقعد في المحل استنى العميل؟ والكلام ده ينطبق على مشاريع العطور. يعني اللي بيلف على المحلات يعرض، او كبراند بيروح مثلا مكان مدارس مستشفيات بيعملوا ابلكيشن للسيلز، ده بينجح اكتر من اللي قاعد في براند او في مكان محل مؤسسة مستني العميل يخش له. فلذلك الامر انت برضو لازم تدور على عميلك، لازم تسعى للعميل بتاعك، بتقدم له ايه القيمة اللي بتضيفها له. اسئلة لازم تحطها في بالك قبل ما تبدأ مشروع. زائد الخبرة، مفيش حد بينجح بدون خبرة، مفيش حد بينجح بدون دراسة جيدة للمشروع بتاعه. بل العمل الأساسي إن أنا أكون اشتغلت في هذا المشروع واجتهدت فيه وفهمته وعرفت أدق تفاصيله، عشان ما أخشش وأخاطر والمخاطرة تبقى كبيرة وأخسر الفلوس بتاعتي. فدي حاجة مهمة جدا برضو لازم تحطها في دماغك قبل بداية المشروع. وما تغفلش عن حتة إن أعمل بادجت للتسويق أو بادجت للدعاية والإعلانات بشكل كويس، عشان التسويق